يا مساء الهنا. لو لسه بتعملي البانيه زي زمان بتتبليه وبعد كده تحطيه في الدقيق بيض بقسماط، تعالى اقول لك النهارده ازاي تعمليه بطريقه سهله جدا وبسيطه ويطلع طعمه في منتهى الجمال واستحاله يفك منك في الزيت. يلا نسمي بالله ونبدا الطريقه على طول. بس لو عجبك حاجه من الفيديو بتاعي يا ريت تعملي لي لايك وتشتركي في قناتي لو لسه ما اشتركتيش. في الكب او الخلاط زي ما انت شايفه كده حطيت طماطمايه مقشره وبصلايه وقرن فلفل وخمس ست فصوص من الثوم وبيضتين. انا هديكي مقادير كيلو وانت بقى اعملي الكميه اللي انت عايزاها، وكوبايه صغيره من اللبن، وكمان هحط الدقيق. كل اللي كنا بنعمله كل حاجه لوحدها لا، هنحط كله في الخلاط. وحطيت 3 معالق من الدقيق، واحط البهارات بتاعتي فلفل اسمر والملح طبعا حسب الرغبه، وحطيت كزبره ناشفه وشويه صغيرين من الكركم وسنه صغيره من القرفه، وكمان هحط كاري. حابه بقى تحطي بهارات فراخ، اي بهار انت تحبيه حطيه. وحطيت شويه من الخل عشان زفرت البيض، وهضرب الكلام ده كله مع بعضه. في الوقت بقى ده انا عندي البانيه او صدور الدجاج متقطعه زي ما انتم شايفين كده، وطبعا مصفيها كويس جدا من الميه، مغسوله حلو ومصفيه من الميه في مصفى. وبعد كده هنزل عليها الخليط اللي انا خلطته في الكب او الخلاط عليه. هتسيبيه بقى من نص، يعني بعد نص ساعه تقدري تشتغلي على طول، ونقعد ليله كامله مفيش اي مشكله خالص في التتبيله كده. وممكن نعمله كده ونعبيه في علب ونحطه في الفريزر ونطلعه وقت الاستخدام على طول. هغطيه بقى واحطه في التلاجة لحد ما اجي استخدمه. انا هسيبه تقريبا ساعه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تحسوا انه اتشرب كده وخد من التتبيله، والتتبيله قلت شويه. التتبيله دي بقى حلوه قوي، بتفتت لك كده انسجه الفراخ وبتخليها دايبه وطعمها حلو جدا. هنبتدي بقى ناخد قطعه كده، قطعه قطعه زي ما انتوا شايفين. وزي ما انت شايفه بقلبها كويس قوي في التتبيله. بنروح بقى على البقسماط او الكريسبي او ايا كان انت عايزه تعملي ايه، بس انا عايزه اعمله ببقسماط. وعلى فكره البقسماط ده انا بجيبه بقسماط عادي من الفرنه، وبعد كده بفرمه في الكبه، يعني بعمله في البيت. حابه انت تجيبيه جاهز برضو براحتك، ده الاختيار ليكي. بدوس عليه بقى زي ما انتوا شايفين. وبصوا قطعه الفراخ بسم الله ما شاء الله حلوه ازاي. هعمل كمان واحده معاكم زي ما انتوا شايفين. بحطها طبعا اغطيها من تحت ومن فوق كويس بالبقسماط، وادوس عليها بايدي كويس. ودوسي عليها ما تخافيش عشان الخلطه تمسك او البقسماط يمسك كويس في حته الفراخ. خلاص كده. حابه تقلي على طول اقلي ما تخافيش خالص. حابه تدخليها التلاجة ساعه برضو مفيش مشكله، لكن هي كده كده ان شاء الله عمرها ما هتفك. نروح بقى للقليه، ودي اهم حاجه في البانيه عشان ما يفكش منك. انا مش عايزه زيت كتير زي البطاطس، لا انا عايزه يا دوبك يعني ايه الزيت يبقى مغطي البانيه، حاجه خفيفه كده. بنسخن طبعا الزيت كويس، وبعد كده بننزل بقطعه الفراخ بتاعتنا. اول ما تاخد لون من تحت نقلبها، ما نقلبهاش الا لما نتاكد انها خدت لون من تحت. بصوا حبايبي خدت لون بسرعه، هي بتستوي بسرعه قوي، وهوريكم في اخر الفيديو البانيه مستوي جدا. والتتبيله في منتهى الجمال، طعمها حلو قوي وشاربه منها. وكمان التغطيه اللي احنا عاملينها له او البقسماط ما بيقعش من عليها خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله الشكل عامل ازاي. هوريكم واحده من قريب اكتر. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله حلوه ازاي. بعد كده بقى هكمل الكميه كلها اللي عندي بنفس الطريقه. لو حسيت ان الزيت سخن قوي بهدي النار عليه شويه عشان ما تاخدش لون بسرعه وتغمق. بصوا بقى دي الكميه اللي طلعت. بصوا بسم الله ما شاء الله كلها حلوه ازاي، والفراخ دايبه زي ما انتوا شايفين ومستويه جدا من جوه. اتمنى تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم قوي. والبنات الصغيره هتبقى بالنسبه لها البانيه ده يعني بصي اكنك بتعملي كوبايه شاي، سهل جدا. كنت مقدمه بقى مع بطاطس ومكرونه بالبشاميل، والف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه وتطلع من ايديكم زي العسل. وده كان الطبق بتاعي. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي. عندك مشكله مع البانيه ان دايما لما بتقليه بيفك منك او بيكون شارب زيت كده وطري وما بيبقاش مقرمش؟ اتفرجي على الفيديو ده ان شاء الله هيعجبك جدا. هوريك تتبيله للبانيه سهله جدا وبسيطه، وطريقه القلي كمان هتخليكي البانيه عندك ما يفكش ولا يشرب منك زيت، وهيطلع معاكي البانيه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وشايفه لونه وشايفه القشره بتاعته ماسكه عليه ازاي، وطعمه بقى في منتهى الجمال. وتتبيله بسيطه جدا ولا فيها مكونات كتير ولا بهارات كتير ولا اي حاجه خالص، سهله قوي وسريعه وهتعجبك قوي. وزي ما انت شايفه البانيه حلو ازاي ومش شارب زيت ولا اي حاجه.
اتمنى لو الفيديو عجبك واستفدت اي حاجه من الفيديو بتاعي لايك وشير للفيديو، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناه، وهنسمي الله بقى ونشوف الطريقه على طول. معاكي هنا كميه البانيه اللي انت عايزاها. صدور الفراخ هتقطعيها كده زي ما انت شايفه، شرايح ولا واسعه ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. معايا بصلايه واحده مبشوره بالميه بتاعتها، وحطيت عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والملح طبعا حسب الرغبه، وشويه من الزعتر، مش عايزه منك اكتر من كده، بصوا اهو، ومعلقه من الزعتر، ومش عايزه اي حاجه اكتر من كده. وهقلبهم وهسيبهم نص ساعه كده على جنب. انا قلتلك دي اسهل تتبيله بانيه ممكن تشوفيها، طريقه سهله جدا وتتبيله سهله جدا للبانيه. هركنهم بقى على جنب نص ساعه كده، وارجع لهم تاني يكونوا اتبلوا شويه وخدوا طعم البصل. عقبال ما نعمل هنا نرجع تاني للبانيه. هلم شويه من البصل، لو حسيت ان البصل كتير كده هاخد منه شويه، مش هنضفه قوي يعني. وهجيب بيضتين، انا عامله هنا كيلو ونص من البانيه، هحط 3 بيضات، يعني النص كيلو تحطوا له بيضايه واحده. تمام. بصوا الفزلكه اللي ملهاش عايزه بقى اهي، قشره البيض وقعت، نشيلها. ومش هحط لبن ومش هحط اي حاجه خالص، هو البيض على البانيه على طول في نفس الطبق كده، بدل ما اقعد بقى ماشيل واحط وحده البانيه واحده واحده لوحدها في البيض كده وارجع احطها في البقسماط، لا هو في طبق واحد كده على طول مع بعض. هنا هيكون عندي ده البقسماط اللي احنا بنشربه مع الشاي، انا بجيبه من الفرن وبطحنه، ما بحبش اجيب البقسماط الساي المطحون. بعد كده بضيف عليه معلقتين 3 كده من الدقيق، على حسب انا عامله كميه قد ايه برضو. هضيف عليهم دقيق كده، فحسيت ان السمسم في البقسماط كان قليل، فحطيت معلقه من السمسم دي، اختياري لاي حد يحبها، لكن انا بحبها، بيبقى شكل البانيه حلو بالسمسم، وطبعا قيمه غذائيه. هتاخدوا بس واحده واحده كده البانيه اللي احنا حاطين عليه البيض، احنا ما حطيناش اي حاجه خالص اهو، وهنا الدقيق والبقسماط في نفس الطبق، وندوس عليها، بس تدوسوا عليها كويس بقى، يعني بايديكم كده بصوابعكم كده، وتدوسوا وتتاكدوا ان البقسماط مسك فيها. بصوا مسك فيها على طول ازاي. ننفضها بس كده كويس من البقسماط، ونركنها على جنب، ونعمل ايه يعني شويه جنبينا كده، ونبتدي نقلي. ما بنحطوش في التلاجة ولا حاجه، اللي بنعملها بنقليها. هنا هحط زيت، بس مش هحط زيت كتير. لو انتوا تلاحظوا الطاسه دي مش عاليه ومش حاطه زيت كتير فيها، يعني ما تحطوش زيت كتير. ونبتدي نحط في الطاسه بعد الزيت ما يسخن كده على نار عاليه في الاول، وبعد كده نخلي النار متوسطه. بس اهم حاجه اول ما ننزل البانيه يبقى النار عاليه زي ما انتوا شايفين كده، ما بياخدش يعني بصوا دقايق كده وبتلاقوه استوى. وما نقلبهوش خالص الا لما نتاكد انه يعني خد لون كده من تحت، واللون طبعا هنا على حسب راحتكم، تغمقوه او تفتحوه براحتكم، لان البانيه ما بياخدش وقت خالص في التسويه. هنقلبه على الوش التاني، ياخد دقيقه برضو ولا دقيقتين على حسب النار عندكم، وتطلعوه بقى بألف هنا وشفا. شايفين طالع بسم الله ما شاء الله كله سليم ازاي، مفيش واحده فكت، مفيش واحده حصل لها اي حاجه. ولونه بصوا شو مش شارب زيت خالص، حلو جدا. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم قوي، ومتهيألي تتبيله سهله وطريقه سهله جدا. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي ولسه ما اشتركتيش، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان ان شاء الله فيديوهاتي الجديده توصلك. بصوا حبيبي انا بطلعه على مناديل ورق كده، او في صينيه، او ورقه زبده الموجوده عندك. هنا خلصت خلاص الكميه كلها زي ما انت شايفه. بصوا البانيه طالع كله متماسك وحلو ازاي، وبصوا بقى الطراوه والبانيه مستوي ازاي. بصوا مش مستحمل والله، تحطيها في بقك تيجي تلقطمه كده تقطميها تلاقيها دايبه.